يعني اعلامي ناضج بما فيه الكفايه، ولكن بونو فوجئ. الاعلام الجزائري اثبت لي ان هو بيتعاطى ممنوعات، ضحك كتير جدا 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 هنسمعه في حلقة النهاردة مع قنوات الجزائر وإعلام الجزائر. بس قبل ما نشوف هذه الفقرة المضحكة، خلوني الأول ننتقل لياسين بونو اللي لقى سؤال مستفز، يعني سؤال غبي جدا 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 من إعلامي المفروض إنه إعلامي مثقف بيعمل في قناة SSC، يعني إعلامي ناضج بما فيه الكفاية، ولكن بونو فوجئ بعد تتويجه مع الهلال السعودي بسؤال غريب من اعلامي جزائري. تعالوا كده نسمع السؤال ونرد عليه. هذا اول لقب تفوز به، اول بطوله. الله يهديك. الله يهديك. لا كدوري يعني كدوري كبطوله محليه. هو حاول يصلح اللي عمله، يعني بعد ما قال له دي اول بطوله ليك، بالمناسبه ياسين بونو توج بالدوري السعودي مع فريق الهلال، فالاعلام الجزائري بيقول له دي اول بطوله ليك. هو مش مدرك ان ياسين بونو غول اصلا في الالقاب، يعني هو بس لما لقى ضحكه من ياسين بونو وقال له الله يهديك الله يهديك، دي على فكره رد مفحم افحمه احسن من مليون رد. كلمه الله يهديك دي يعني انت صغير، انت صغير او عقلك في حاجه، فربنا يهديك، في ابسط من كده رد، وبمنتهى الاخلاق بمنتهى الاخلاق. طبعا اخونا الجزائري حاول يصلح اللي قاله، وشوف بقى قال ايه. قام قايل له بطوله محليه، قام قايل له دي اول بطوله ليك محليه. لما لقاه ايه بيقول له الله يهديك، ففكر ان ياسين بونو بقى ايه ما خدش بطولات قبل كده، فقال له ايه انا قصدي على الحاجه المحليه، ده انت فعلا متوج بالقاب قاريه مع اشبيليه. فاسمعوا بس اسمعوا. حضرت اللقب مع نادي الوداد مع اتلتيكو مدريد، ولكن هذا اللقب يعني كنت يعني لعبت كاع المباريات، كان عندي واحد الدور مختلف. نعم. فبالنسبه لي انجاز مهم. والله العظيم ياسين بونو ده قمة الرقي والأخلاق، حقيقي تربية ملوك، وإن المغاربة تربية ملوك. شوف حتى يعني بمنتهى الأدب برضه ذكر له بطولاته مع كل الفرق اللي لعب ليها. ويا عزيزي الجزائري لو أنت بتقول ان ياسين بونو دي اول بطوله محليه له، تعال نعد مع بعض بطولات ياسين بونو، خد عندك بقى وما تراجعش ورايا. واحد، لقب البطولة المغربية الدوري المغربي مع الوداد عام 2011. اتنين، لقب الدوري الاسباني مع الاتليتيكو، وده اللي ذكره ياسين بونو برضه مع اتلتيكو مدريد 2014. لقب السوبر الاسباني 2014 ايضا مع اتلتيكو مدريد. لقب كأس الدوري الاوروبي 2020 مع اشبيلية. لقب كاس الدوري الاوروبي 2023 برضو مع اشبيليه. كاس السوبر السعودي اهو برضو، والدوري السعودي اللي واخده حاليا. دي القاب ياسين بونو ولا والقابه يعني مش مجرد كده كان مع الفريق وحصل على اللقب بالصدفه، لا ده هو المتسبب في كل هذه الالقاب بتصدياته وتالقه، ولولاه كل هذه البطولات لم تجلب للفرق التي كانوا يشارك بها ياسين بونو. عرفت ياسين بونو ده غير بقى انه لعب نصف نهائي كأس العالم، يعني حارس افريقيا الاول والحارس العربي الاول. يعني اقول لك ايه بس في كفايه ضربات الجزاء اللي بيصدها، كفايه ان هو بيفوز بلقب احسن حارس افريقي، كفايه ان هو بيخش في تصنيفات الكرة الذهبية اللي اصلا صعب ان حارس مرمى يخشها، لان دي خاصة باللاعبين المهريين، وبتلاقي ياسين بونو بيدخلها. كل ده وبتقول لي ياسين بونو دي اول بطولة ليك مع الهلال؟ انا لو كان هذا السؤال مستفز فالله يشفيك، وشكرا ان انت خلتنا نعرف انجازات ياسين بونو ونذكر مشاهدينا اللي هم فاكرينها. لو كان ده سؤال وانت مش مدرك ان ياسين بونو غول في الالقاب، فيبقى منه لله اللي جعلك اعلامي. يعني انت لا تستحق ان تكون اعلامي لو انت مش عارف انجازات ياسين بونو. انتهينا من رد